مولاي صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب، حفظكم الله وسدد خطاكم. بعد تقديمي لفروض الطاعة والولاء مشفوعة بأسمى عبارات الولاء والإخلاص الرائعين والدعوات الصالحات لحضرة مولانا وسيدنا جلالة الملك محمد السادس، نصرك الله وحفظك بما حفظ به الذكر الحكيم، وأقر عينك بولي يدك المولى الحسن وجد الله أثرك بشقيقك مولاي الرشيد وسائر أفراد أسرتك الملكية الشريفة. أنا دنيا بطمة رعية من رعاياك الأوفياء، أن تتفضل وتشملني بعفوك، وأن ترحمني وترحم بناتي وترفع عني هذا البلاء. أنا عزيز بالحق عيد حقرة وبناتي عياو بغى نربيهم بسلام، عيد من الناس تعدوا عليا وتعدوا لي على اختي وتعدوا لي على سميتي وتعدوا لي على صوتي وتعدوا لي على كل شيء. هاد الناس الضاربين انا ما كنطلب والو، كنطلب عفوك سيدنا وكنطلب حقي لا اكثر ولا اقل. الله ونعم الوكيل فيكم. في كل نهار انا بكيتو، وفي كل نهار امي بكات، وفي كل نهار اختي كنت ما كنقدرش نعس على النوسيه، كنقول لا مناش اختي ما نعساش مزيان وحامله وكنبقى باركه في الليل كنعس باركه، كنقول حيت اختي ما نعساش مزيان. تعديتوا علينا، الله ياخذ فيكم الحق، تعديتوا عليا وعلى بناتي وعلى اختي وعلى بنت اختي وعلى امي وعلى با وعلى كاع الناس اللي كيبغيونا. كل دمعه نزلت من عيون هاد الناس اللي تيبغيونا وهاد الناس اللي تيتفرجوا فينا حبا وكيدعيو معانا، كل دمعه انا بغيت ربي ياخذ فيكم الحق، وبكائي مش ضعف، وانتم يا اصحاب المؤامره على درايه بهذا الموضوع. انا اقوى ما تخيلون، ولكن ويلكم من رب العالمين. فين غتهربوا من الله سبحانه وتعالى؟ انا ضميري مرتاح انا ما داير والو، اختي ضميرها مرتاح مسكينه، الله يجعلها لها مغفرة الذنوب لا اكثر ولا اقل. ولكن ويلكم من رب العالمين، فين غتمشيو من رب العالمين؟ وعندكم العزيز عليكم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا أصحاب المؤامرة، من كبيركم حتى صغيركم. وشكرا جزيلا لكل المغاربة، كنحماق عليكم، شكرا لكم خوتي لأنكم وقفتوا معايا، عمري وقفتكم. وشكرا جزيلا للقضاء المغربي النزيه اللي برأني أنا وأختي ابتدائيا واستئنافيا من هذا الحساب المشؤوم اللي صحابو هما واقيلا اللي دايرين الشكايه، هما صحابو قادينو وصايبينو بغاو يتعداو على الناس. وهذا المحضر اللي كيكذبوا كيقولوا ما درناش شكايه فلانه وفلانه، دنيا بطمه واختها، ها هو المحضر عند الفرقه الوطنيه، ما داروش شكايه بالحساب بدنيا باطمه واختها اللي دخلني في هاد الزوبعه ودخلنا في هاد المؤامره. الله ياخذ فيه الحق. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. واخيرا شكرا لصاحب الجلاله انه متعنا كمواطنين كمواطنين مغاربه
كل الناس سواسية بالعفو الملكي. والله يحفظه ويحفظ بلادنا ويحفظ صحراءنا المغربية. وكنحماق عليكم كاملين، وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف. باي باي. كنتمنى انه الصورة وضحات بالدليل والبرهان وبكلام القضاء اللي ما كاينش كلمة فوقه. ونتمنى انني وصلت تفسير وتعليل صحيح، ووضحت لكم انه كل ما يروج اشاعات ومغالطات. وحسبي الله ونعم الوكيل في هاد الناس اللي داروا هاد الزوبعه وفتنه في البلاد. وحسبي الله ونعم الوكيل في هاد الناس اللي ما عندهم لا شفقه ولا رحمه. وكل من كيادي اخوه المسلم كنقول لي الله ياخذ فيك الحق. وكنحماق عليكم، حقنا عند الله سبحانه وتعالى. وانا متاكده كما قلت لكم باقا ما ساليتش. انا حقي عمري من احنا علمنا سيدنا وعلمونا جدودنا ان حقنا مقوره حتى ناخذوه اذا كنت مظلوم. وانا اذا ظالمه هاد الناس الله ياخذ فيا الحق يا ربي. والا هما ظالميني بغيت العلامه تبان في الايام المقبله يا ربي، ويعيشهم ربي ضعف ما تمنوه لينا وما عايشونا فيه. شكرا لكم بزاف بزاف، كنحماق عليكم. فريمون كل الحب والتقدير لكم. انه ما شاء الله كنشوف كم هائل ديال الناس باغيين يعرفوا الحقيقه، وباغيين تفسير وتوضيحات على المغالطات اللي كتمر وكنشوفها، وكنتاسف على هذه المغالطات اللي كيمر الرأي العام والوطن العربي الى غير ذلك. وجب التوضيح. قبل اي حاجه اولا وقبل كل شيء بغيت نقول لكم انه انا فرحانه بزاف، وما تصوروش الفرحه ديالي بالدعم ديالكم والمؤازره ديالكم ليا ووقفتكم معايا كلكم. يعني كل المغاربه ولاد بلادي عرفت انني ومنكم وفيكم وكتخافوا عليا وما كتبغيوش ليا الاذى والضرر. كنقول لكم شكرا بزاف. شكرا لكل الدول العربيه اللي اتصلوا بيا، ناس ما كنعرفهمش، امهات ما كنعرفهمش في الكعبه كيدعيو معايا وكيدعيو مع بناتي ومع الاسره ديالي، الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. كلكم كنقول لكم شكرا بزاف. وفعلا هاد الازمه عرفتني قيمتي عندكم. هاد الزوبعه هادي اخواتي اللي كتشوفوا فيا دابا، وهاد الفتنه في البلاد بدات بمؤامره محبوكه 100%، وكنسطر عليها بالخطوط الحمراء والعريضه. بدات بسكرينات مفبركه، بدات تحريض الصفحات على اليوتيوب، بدات تحريض موقع، بدات انه كيجيو ناس حدا المحكمه كتعطاهم مبالغ باش يضربوني الكرشي وانا حامله، وباش يشوهوا لي السمعه ديالي. بهذا الشيء باش بدات هذه الفتنه كامله وهذه المؤامره، لان كنقول لكم مؤامره وانا متاكده منها. وهذه المؤامره غصدمكم بواحد الخبر، انه اللي كان سند ليا وكتصحابوه بارك معايا في المغرب على اساس انه سند ليا وكيبغيني، شنو غيتصادح ليا في الاخير؟ انه هو اللي كيخرج اسراري وكيخرج كل اي حاجه كتقال عندي في الدار، فين مشيت فين جيت. كنت كنوقف غير ناكل شي حاجه كيوقف عليا واحد الموقع، كنقول اواه كيفاش يعرفوني انا كاينه هنايا. اتضح في الاخر انه كاين جي بي اس في الطوموبيله ديالي الى غير ذلك. هذه مجموعه من الاسرار اللي نتوما ما عارفينهاش. علاش كنرجع نقول لكم مؤامره؟ يعني اللي كان سند ليا
تسمسر فيا مع الطرف الاخر على قبل الفلوس، بينما الفلوس وسخ الدنيا. ولكن الغدر فين ممكن انه الانسان يخبع وجهه من الله سبحانه وتعالى؟ اوكي، غنمشيو للسيده او الناس اللي داروا الشكايه. منهم واحد السيده اللي كذبات الكذبه وتيقاتها. علاش؟ كتطلع السيده وكتقول لكم انا درت شكايه بالحساب. حتى لهنا حنا متفقين، درت شكايه بحساب حمزه مون بيبي. واخ يعني هي معينهاش فيا، هي ما دارتش شكايه باسمي باش تضرني او تدخلني السجن، وما دارتش شكايه باسم اختي، لا هي دارت شكايه بحساب حمزه مون بيبي. وفي الاخر الشرطه القضائيه اتضح لها انه حنا هما حمزه مون بيبي. لا يا ساده، غنكذبوا محضر ديال الفرقه الوطنيه؟ لا، يمكنش ليا نكذب الفرقه الوطنيه. انا هذه غنحطها لكم في ستوري من بعد غتشوفوها. هذه شكايه ديال هذيك السيده اللي كتدعي انها دارت شكايه بحساب حمزه مون بيبي. لا، هي اشارت بالاصابع لدنيا باطمه واختها، وانا غنذكر لكم السبب علاش دارت بيا الشكايه، انني انا وراء حمزه مون بيبي. اسمعوني مزيان. وافيدكم ان مجموعه من الاشخاص يقفون وراء ما تم نشره ضدي بحساب حمزه مون بيبي على تطبيق انستغرام، واخص بالذكر كلا من المسمات دنيا باطمه والمسمى واحد السيد اخر، ويرجع سبب هذا التشهير في حقي الى عدم دعوه المسمات دنيا باطمه الى حفل خطوبتي. تخيلوا السبب علاش دارت بيا الشكايه، ولاسباب شخصيه اخرى. اولا انا ما عنديش بيك علاقه شخصيه وما كنعرفكش، وانا كنت سباقه بالحفلات ولا انتظر من احد دعوه. كنت سباقه بالحفلات الفخمه لبنياتي، وكنت من الصواب والادب انني كندعو اللي معايا زملاء في الوسط الفني، وكانت هذه السيده وحده منهم. انا من عادتي كنكبر بالناس، هذه هكا كبرت كنكبر بالناس، يعني ما عنديش علاقه شخصيه بها. حتى اللي كان يعني كتتصل، وهذا كانت واحد البنت معايا، يعني ما عنديش علاقه بك شخصيه باش تكتبي ولي اسباب شخصيه اخرى. ما كنعرفكش. سمعتوا الشكايه؟ ماشي مشكل. هنا غنقول لك ستوب، لانه 4 سنين وانتي كتكذبي على الراي العام وانا ساكته. 4 سنين وانتي كتحرضي القنوات ومنهم صحابك اللي كتطلعي وتدردكي معاهم وتشطحي، انا ساكته. وسنين وانا كنتعاير من موقع لا اتشرف بذكر اسمه في لايف فيه 151,000، لانه دون المستوى. واخا اللي كيسب ليا في الشرف ديالي وفي السمعه ديالي وفي عائلتي الى غير ذلك، كنت طلعت تغني معاهم واصدقاء ديالك الروح بالروح. وهيجتو ناس جاو حدا المحكمه كيضربوا لي انا في كرشي، واستغرب انه السند اللي كان معايا كانت تضرب الكرشي وكانت تعاير. بينما اكرر ابتدائيا واستنافيا انا واختي بريئات من حساب حمزه مون بيبي. ما كندخلوا ليه، ما كنشروا فيه تصاور، ما كنبتزوا الناس، ما كنقتلوا الناس فيه، ما كان حتى شي حاجه، حتى حاجه. انا غنقرا لكم دابا الحكم اخوتي وانتم شهدوا. بعدم مؤاخذه المتهم من اجل جنح المشاركه عمدا في عرقله سير نظام المعالجه الاليه
وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم والتهديد وتصريح ببراءتها من أجل ذلك. شنو كيدير حمزة موبابي؟ هي كتقولوا انه كيشوه الناس ويحطوا فيه تصاور ويبتزوا فيه الناس، والناس وصلوا عائلات تشردوا، ناس ماتوا حيت ابتزوهم ونزلوا لهم تصاورهم حنا بريئات من هادشي، ماشي ديالنا. هادشي اللي قال القضاء، واش حنا غنضربوا في القضاء؟ لا يعقل، يستحيل نضربوا في القضاء. انا غنمشي لختي. بالنسبه للمتهمه ابتسام باطمه بعدم مؤاخذه المتهمه من اجل جنح الدخول الى نظام شي هذا الدخول الى نظام هو دخلي في داك الحساب، ما كايناش. تبرأنا من هذا الشيء، حنا ماشي مالين الحساب، وحنا ما كنبتوش فيه تصاور وما كنشوهوش الناس وما كان هذا الشيء كله تبرأنا منه. ماشي حنا حمزه موبابي وما عندناش القين السري هذا في الاستئناف. في الاستئنافيه الحمد لله تكتب لينا البراءه ديالنا بنفس هذا الشيء، وتضاف انه ما عندناش القين السري، يعني ما كنقدروش ندخلوا لهذا الحساب، حنا ماشي ماليه. فحشومه وعيب وعار انه الانسان يكون كبير وعنده عقل ويبقى يضل الراي العام ويبقى يكذب عليه طول هاد السنين ويبقى يتعنى بالقوه. يتعنى بالقوه يموت بالضعف، والقوي ما كيضرش، الضعيف اللي كيضر. القوي عمره ديما قلبه كبير، ديما الا تقالت في حقه شي كلمه الا كانت زوينه كتزيدو ثقه في النفس، الا كانت خايبه انا واثق في نفسي ما تهز فيا حتى شي شعره هذيك الكلمه، ولكن تهز فيا شعره الا كنت انا دايراها. مولفز كيقفز، ولكن انا ملي نكون ما دايرهاش بالعكس. 4 سنين كنقول لكم انا واحد الموقع نازل فيه ليل ونهار وانا عارفه شكون اللي كيقول ليه هكا باش تبقى تنازل عليها كل 4 سوايع، ولكن ما كيهزو فيا حتى شي شعره، لانه كل ما يقال لا يهمني، حيت انا ما عليا حتى شي دليل اخوتي، حتى شي دليل انني انا مولات الحساب ولا دخلت لي ولا لقاو عندي ابتزاز ولا لقاو عندي تصاور ولا اقسم بالله العلي العظيم بحياه بناتي ما كاين شي دليل انني انا مولات الحساب ولا اختي مولات الحساب. تليفوناتنا ما فيه والو، ماشي حنا موالين الحساب، ما لقاونا كندخلوا بالقن، ما لقاو عندنا تصاور د الناس، ما لقاونا كنبتزوا الناس، ما لقاونا حاطين تصاور الناس، ما لقاو شي نهار اننا حلينا داك الحساب من تليفوناتنا، ما لقاو حتى شي حاجه. يعني كيفاش كتكون عندك الجرأه؟ حيت القضاء داني انا على راسي وعينيا، ولكن القضاء برأني من الحساب اللي انت دايره عليا هاد البلباله كامله ودرتي هاد الفتنه كامله ونوضتي هاد الزوبعه كامله في هاد البلاد، حيت ما عرفتيش عليا لخطوبتك. شوفوا السبب. كما افيدكم ان مجموعه، هذا محضر عند الفرقه الوطنيه، خرجوا قول لهم لا. وافيدكم ان مجموعه من الاشخاص يقفون وراء ما تم نشره ضدي بحساب حمزه موبابي على تطبيق انستغرام، اخص بالذكر هذه انا الاختي دارتها هي المسيره. كما افيدكم ان مجموعه من الاشخاص يسيرون ذلك الحساب وهم المسمى شي سميات ديال شي دراري عمري سمعتهم ولا شفتهم ولا كنعرفهم، والمسمات ابتسام باطمه، والمسمات كذا كذا كذا، مجموعه ديال الناس بلا ما نذكر الاسماء ديالهم. حتى هي اختي شي هنا. اما السيد اللي قال لها اختي راه هاد المحادثه اللي غتبداي بها هاد الزوبعه راه مفبركه اختي، راه عطاها لك هاكر اللي كتواصلي معاه، قالت لي اجي كشاهد، بغيت تخشي في المحضر تا هو ضرب سنين ديال الحبس ظلما وعدوانا. كتعداو على الناس ظلما وعدوانا، تعداو على الفقير، تعداو كي غاديين بهاد الطغيان. انا سؤال، هذا راه ماشي قوه،
خاطر انسان ضعيف اللي كيدير بحال هكا، خاصو طبيب نفساني في اسرع وقت، حيت كيولي خطر على المجتمع. عشنا يدير فتنه في البلاد ويتضح في الاخر انه هاد الناس كاملين ما دايريش هادشي، راه تشكل خطر. حنا عندنا حكم من المحكمه ابتدائيا واستئنافيا ان حنا ماشي حمزه موبيبي وما كندخلوش ليه وما كنقتلوش الناس فيه وما كنمتزوش الناس الى غير ذلك وما كنشردوش عوائل وما عندناش القين. هادشي قالوا القضاء، طلعي كذبيه، طلعي ضربي في القضاء، راه زدتو فيه بركه من الكذوب. درت شكايه بالحساب، درتي شكايه بينا بالاسم، ها هي عند الفرقه الوطنيه وغنحطها لك في ستوري. بركه من الكذوب. حنا ماشي صحاب الحساب، شاء من شاء وكره من كره، وبحكم محكمه ترفض لي طلب ديال النقد. ماشي دانوني شي حاجه انا ولا اختي، نو، تأييد الحكم استئناف، يعني تا هما مبرئين من الحساب، يعني حنا باقيين مبرئين من الحساب، حنا باقيين مدانين غير شهاده الزور، لا اكثر ولا اقل. ما عايرنا حد، ما عندنا صله بهاد الناس كاملين ولا عمرنا عايرناهم، ونتحداهم يجيبوا لي غير كلمه انا معيرهم فيها هكا صوت وصوره افلانه انتفاعله وتاركه، حيت ما عرضتش عليا الخطوبه. قضاء على راسي وعينيا، اي حاجه يقولها ما كايناش كلمه من فوقه. وكيف ما قال حنا ماشي حمزه من بيبي، فلا كلام فوق كلمه القضاء. مبرئين استئنافيا وابتدائيا، وحنا دابا مدانات، واختي دخلت الحبس بشهاده الزور. اجي تيقولي وجيت تقول هكا باش مشات هاد المؤامره. مع الاسف انا بغيت حقي، ما كنطلب حتى شي حاجه. ايتي بالعربي، الا بغيتو استشاره قانونيه اتصلوا بالمعني بالامر اللي المحامي ديالو بامكانه يعطيكم استشاره قانونيه فيها كل المعطيات، بلا كذوب، بلا زياده، بلا تشويه سمعه، بلا نقصان. عائلتي اختي دخلت للسجن بشهاده زور، حنا ساكتين كنقول ربي يدير لينا شي تاود الخير، وانا فرحانه ولو انني مدانه. انا متاكده انه مبردش لكم القلب، لانه هاد الادانه شهاده الزور، انتي عارفه وانا عارفه وكلكم عارفين انها بشهاده الزور. حنا دانينا، ما عندنا حتى شي دليل في التليفون ديالنا، لا انا اختي حتى شي دليل. دانينا بشهاده الزور. والقضاء المغربي اللي كنشكرو من هذا المنبر كنقول شكرا ليك جزيل الشكر انك برأتينا من الحساب وقلتي كلمه حق، ولا كانوا هاد الناس كلاونا. ما كنصبرش على الحقره، ما صبرش على الكذب والبهتان. او 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 مجندين صديق ليكم هذاك اللي في ميريكان، هذاك الفاسد، اللي كيهضر على الفساد هو اكبر فاسد، وطالع يهضر 4 سنين هادي ويحل فمه على اساس انه فاهم الناس كاملين ما فاهمينش. وهو ما كاينش شي كلمه ممكن انها ولو انها كلمه غتكون خايبه تكون زوينه عليه. يضرب في القضاء ويعاير في القضاء المغربي، القضاء المغربي بزاف عليك، ويعاير فينا وياكل في الحنه ويتنمر، وانت صديقته. مالي ما مشيتش درت لك شكايه قلت لهم لا راه كانت دايره حفله هي وياه وكيشطحوا وكيردحوا وهي اللي كتقول ليه شنو يقول. مالي ما درت انا هاد الحاله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله انني تانا بنادم وتانا مواطنه بحالي بحال هذا الشعب، وبامكاني انني نستافد من العفو الملكي. الله يجازيه بخير سيدنا. و كنبغي نشكركم كاملين ونقول لكم شكرا بزاف 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 على الوقفه ديالكم، لا معايا لا مع اختي. يعني والله ما عرفتش شنو نقول لكم. كلمه الشكر هذه قليله بحقكم بزاف بزاف بزاف. الله يحفظكم ليا ونردها لكم في وقت الفرح والمسرات. ما بغيش انكم تمروا بحال هاد الازمه وبحال هاد الحقره وبحال هاد نهائيا. قلبي على هذا اللي
حط لك ما عرفت شنو داكشي في حمزه مون بيبي وما عرفت شنو داكشي، سيري قلبي عليه. راه حنا راه برأنا القانون، راه كلمتك ماشي فوق القانون، لا انت ولا غيرك فوق القانون. والدانينا بغيتو ولا كرهتو يا صحاب المؤامره، الدانينا بشهاده الزور. عرفتي شنو هزيتو؟ انا داني 7 عام، نتوما دانيتو حياتكم كامله امام الله سبحانه وتعالى، محكمه الفوق. عرفتي الادانه تاع المحكمه الفوقانيه